الكشاف المغربي بالقصر الكبير بتقديم أسمى شكرها العميق على تلبية الدعوة لحضور هذا النشاط الهادف في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، وما يرمز إليه هذا اليوم من تأكيد للدور الذي أصبح يطلع به العنصر النسوي في مجتمع اليوم والمهام المنوطة بها في كل المجالات. أيها السيدات والسادة، لا يمكن لأي كائن أن ينكر المساهمة الفعالة للمرأة المغربية منذ عقود في بناء صلح هذا الوطن. لقد كانت الحضن الأول الذي تربى فيه رجال صنعوا الملاحم العظام عبر محطات تاريخية مختلفة. كانت هي الموجه والمدبر لمسار طاقات صنعت معجزات لا تنسى. كانت المرأة المغربية أيضا في طليعة من حملوا على عاتقهم تخليص هذا الوطن من ويلات الاستعمار، وكانت أيضا من السباقين للانخراط في الجهاد الأكبر بعد الاستقلال عبر مساهمتها في أوراش التعليم والصحة والعمل الاجتماعي وإحياء الفنون بكل أشكالها. كل ذلك تم في ظروف صعبة لم تقف حاجزا أمامها في القيام بواجبها. أيها الحضور الكريم، لقد تمكنت المرأة المغربية في السنوات الأخيرة من كسر الحواجز، حيث كانت البنية الاجتماعية التقليدية تعيق انخراطها في مجالات كانت حقا على الرجل، وهكذا ولجت الكفاءات النسوية المجال السياسي والقضاء والأمن والجيش، وساهمت إيجابا في خلق دينامية جديدة في القطاعات التي نفذت إليها. حضرات السيدات والسادة، ختاما لا يسعنا إلى أن نجد التزامنا في منظمة الكشاف المغربي بمبدأ المناصفة الذي نص عليه الدستور الجديد والذي يرد الاعتبار للمرأة المغربية، وندعو إلى تصدير المزيد من الإجراءات العملية خاصة تطبيق هذا المبدأ بكل فعالية حتى نسير ركب الأمم المتقدمة التي خطت خطوات كبيرة في هذا المجال. إذن نشكر مرة أخرى على حضوركم ونتمنى أن نكون عند حسن ظنكم. لا يسعني أيضا إلا أن أهنئ بهذه المناسبة كل نساء الأرض، وخصوصا المرأة المغربية التي نجحت إلى حد ما في الوصول إلى أهدافها وتقديم رسالتها في المجتمع. ومن هنا أريد أن أضع وساما فوق صدر كل امرأة مكافحة. أهنئ من قلب المرأة والزوجة والابنة والعمة والخالة وكل المرأة. شكرا. وأتقدم كذلك وقبل أن أتقدم أهنئ الأستاذة والشاعرة وفاعلة جمعوية ومناضلة في حزب الاستقلال أمل طريبق. وأترككم مع الأستاذة في موضوع تحت شعار المرأة والمكتسبات، وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحضور الكريم، هذا الحضور الذي أراه متنوعا، فأرى سيدات وطيات وشبابا وكذلك أطفال. أشكر تحية طيبة، أشكر منظمة الكشاف المغربي العتيدة على الدعوة الكريمة وعلى إتاحتها الفرصة للتواصل مع هذه الشريحة المهمة من ساكنة مدينة القصر الكبير، وأشكر الأخت كذلك على هذا التقديم. موضوعي وهو المرأة المغربية والمكتسبات. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة أوجه التحية للنساء المغربيات من طنجة إلى النويرة والنساء العربيات وكل نساء في كل بقاع العالم. لا أحد يجادل في كفاءة المرأة المغربية وجدارتها، فقد أثبتت للجميع أنها قادرة على الاتيان بجلائل الأمور وبعظائم الأعمال. ففي المجال السياسي نجدها تناضل في صفوف الحركة الوطنية، وهي توقع على وثيقة المطالبة بالاستقلال سنة 1944، وتناضل دائما بشرف وبنكرانيات في صفوف الأحزاب الوطنية، ونجدها في قبة البرلمان وفي الجماعات الترابية وفي الحكومة تساهم في تدبير الشأن العام.
وفي المجال الاجتماعي نراها مدرسة مقتدرة وطبيبة كفءة ومديرة تسير المؤسسات التربوية في مقدمتها الأكاديمية الجهوية للتربية وللتكوين. وبالنسبة للرياضة فقد توجت في محافل رياضية وطنية ودولية، وأحرزت على ميداليات ذهبية فضية ونحاسية اعترافا بإنجازاتها وببطولتها، كما أبلت البلاء الحسن في العمل الجمعوي مساهمة في تنمية قريتها ومدينتها ووطنها. وفي المجال الاقتصادي يكفي أن أذكر أن اتحاد مقاولات المغرب تترأسه سيدة مغربية ناجحة في مجال المال والأعمال، وهناك طاقات نسائية متميزة في مجال الإبداع بمختلف تناويله من قصة ورواية وشعر وتشكيل. وإلى جانب ما تقدم ذكره فإن المرأة المغربية تقوم بدور أساسي وحاسم يتمثل في تربية الأبناء وإعداد الأجيال القادمة القادرة على البذل والعطاء وخدمة الوطن. يقول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. حضن الأم مدرسة تسامت بتربية البنين أو البنات. وإننا كنساء مغربيات والحمد لله نلنا كل ما نصبو إليه من حقوق ومن حريات، وحققنا مكاسب وامتيازات بفضل السياسة الرشيدة والقيادة المتبصرة بعاهل البلاد محمد السادس نصره الله وأيده. فمنذ توليه عرش أسلافه الأماجد وهو يولي النساء عنايته السامية واهتمامه البالغ، ويعتبر جلالته من أكبر المدافعين عن حقوق النساء داخل الوطن وخارجه. ففي أول خطاب له بعد توليه العرش اعتبر أنه لا يمكن تصور بلوغ رقي المجتمع وازدهاره والنساء اللائي يشكلن زهاء مصر تهدر مصالحهن في غير مراعاة لما منحهن الدين الحنيف من حقوق هن بها شقائق الرجال، تتناسب رسالتهن السامية في إنصاف لهن مما قد يتعرضن له من حيث أو عنف، مع أنهن بلغن مستوى نافسن به الذكور سواء في ميدان العلم أو العمل. انتهى كلام جلالته. وقد أكد حفظه الله هذا التوجه في تعيينه للنساء في مناصب سامية، وبالأمس القريب عين 3 سفيرات، كما عين من قبل 3 نساء فضليات في تغيير مدونة الأحوال الشخصية التي كانت تجعل من المرأة مجرد أحد رعايا الزوج الذي كان يشكل السلطة المطلقة داخل الأسرة. وتصحيحا لهذا الوضع تم إقرار مدونة الأسرة التي أعادت الاعتبار للمرأة المغربية إلى الزوجة وعززت مكانتها داخل بيتها. ومما اكتسبته المرأة المغربية أيضا قانون الجنسية، فالرجل المغربي الذي يتزوج بالأجنبية يعطي الجنسية لأبنائه، وكانت المرأة محرومة من هذا الحق. الآن أصبح للمرأة المغربية المتزوجة بالأجنبي المسلم أن تعطي الجنسية لأبنائها، ناهيك عن انطلاق العمل بصندوق التكافل العائلي والتماسك الاجتماعي الذي يستهدف الأمهات المطلقات والمعوزات ومستحقي النفقة من الأطفال بعد الطلاق. وسيرا على نفس النهج الإصلاحي ونهوضا بأوضاع المرأة المغربية، رفعت الحكومة المغربية لتحفظاتها على الاتفاقية الدولية الخاصة بمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بسيداو، فتاحا على منظومة الحقوق الكونية وعملا بمبدأ الاجتهاد الديني، فحيثما مصلحة العباد فتم شرع الله.
مسؤولية المرأة في المجال السياسي، وضعت الدولة المغربية مجموعة من الآليات المساعدة والتدابير الإيجابية كاعتماد اللائحة الوطنية في الانتخابات التشريعية واللوائح الإضافية بالنسبة للانتخابات الجماعية، حيث تحولت تمثيلية المرأة في الجماعات المحلية من 0.5 إلى 12%، ومع الانتخابات التشريعية الأخيرة 2011 أصبحت المرأة ممثلة في البرلمان ب 17% من مجموع البرلمانيين. ويبقى الدستور الجديد دستور فاتح يوليوز 2011 الذي صوت عليه المغاربة بكثافة، وصوتنا نحن أيضا في مدينة القصر الكبير على هذا الدستور وخاصة النساء، فتحية إلى النساء. هذا القانون الذي يقر في الفصل 19 المناصفة بين الرجل والمرأة سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا وبيئيا. ولتنزيل هذا المبدأ تسعى الدولة المغربية إلى إحداث هيئة للتكافؤ ومحاربة كل أشكال تمييز ضد المرأة، كما تسعى إلى إحداث مجلس استشاري للأسرة والطفولة ومجلس للشباب والعمل الجمعوي، فالنهوض بأوضاع المرأة المغربية وبالمواطنين بصفة عامة ذكورا وإناثا أضحى خيارا وطنيا لا رجعة فيه. قد جعلنا هذا المناخ نتفائل ونعتقد أن إقصاء النساء آل إلى الزوال، فإذا بنا نفاجأ مع تشكيل الحكومة الجديدة التي يقودها عبد الله بوكيلان بتمثيلية هزيلة تقتل روح الدستور وتجهض أمل النساء في الوصول إلى مراكز القرار. إضافة إلى هذا الخرق السافر لمقتضيات الدستور الجديد، فهناك ظواهر سلبية تقربنا كظاهرة العنف الممارس ضد النساء، فما يناهز 6 ملايين امرأة يتعرضن للعنف بنسبة تصل إلى 62% من النساء المغربيات. كما أن نسبة زواج القاصرات تتزايد كل سنة بنسبة 10%. وعلى علم تزويج أمينة الفيلالي الطفلة البريئة طفلة العرائش من مغتصبها الذي سامها العذاب إلى حد جعلها تنتحر وتضع حدا لحياتها، كانت النقطة التي أفاضت الكأس وأثارت النقاش والجدال على المستوى القانوني والحقوقي، خلص إلى ضرورة مراجعة قانون 475 وتعديل مادتين 20 و21 المتعلقتين بتزويج القاصرات بإذن من القاضي. ونحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة. يجب أن لا نغفل معاناة المرأة القروية من مشاكل كالانقطاع عن الدراسة بسبب تزويجها في سن مبكر أو بسبب خطورة المسلك الذي يؤدي إلى المدرسة، وإذا كانت حامل فقد تلد في الطريق أو تموت إذا كانت الولادة عسيرة وإذا لم تجد من يسعفها. لذلك نطالب بتجهيز القرى بالمرافق الأساسية من مدارس ومستشفيات، كما نطالب بإنشاء مقاولات والخيرات القرويات في الأنشطة المضرة للدخل لتحسين مستواهن المعيشي. وأخيرا آمل أن يهل هذا اليوم المرأة المغربية بألف خير، متمكنة من حقوقها مساهمة بفعالية في خدمة الوطن. كما لا يفوتني أن أوجه التحية الخالصة إلى المرأة القصرية، هذه المرأة القصرية التي أدعوها بهذه المناسبة إلى أن تعمل بجد وبإخلاص وبثبات، وأن تنخرط في الجمعيات المدنية وحل الفاعلات الجمعويات في مدينة القصر الكبير، وأن تنخرط في الأحزاب، وأن تمد المناضلات يدعون إلى أخواتهن لتحسين المستوى الفكري والاجتماعي والاقتصادي، وأيضا لنساهم جميعا بأن يد الله مع الجماعة كما نعرف، لنساهم جميعا لخدمة هذه المدينة العزيزة علينا جميعا وهي مدينة القصر الكبير. وشكرا. بالفعل أنا فخورة بوجود مثل هذه النماذج في مدينة القصر الكبير، وللتذكير فإن الأستاذة أمل طريبات هي أستاذة وشاعرة ومناضلة، فشكرا لك.
نفتخر بها صراحة. عواطف تمسامني هي رئيسة جمعية المشكاك للتنمية ورئيسة جمعية الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ وعضوة للجنة تكافؤ الفرص ومشرفة على برنامج نحو الأمية. وستشرف أيضا على موضوع تحت شعار تعريف اليوم العالمي للمرأة.